انا اكتشفت انهم ضحكوا علينا وقالوا ما ينفعش نقسم على الصفر، جايين يشتغلوا مهندس. ده احنا ممكن نقسم الصفر نفسه. اصل الاسم معناها انا عندي حاجة وعايز اوزعها على عدد معين من المجموعات. اصل بالمنطق كده لما اقولك صفر على واحد، يعني انا عندي صفر عايز اوزعه على مجموعة واحدة، فيساوي ان المجموعة دي هتاخد صفر. لكن لما اقولك واحد على صفر، يعني عندي واحد عايز اوزعه على صفر مجموعة، يعني ادي لمين؟ فين المنطق؟ ما انت ما جبتش حاجة تاخد فيها. انا عايز اديك بس مش عارف اديك، مفيش مجموعة عشان اقدر اقول ان انا اديتها كام، سواء صفر او واحد. تعالوا نشرحها جبريا. لما اقول 10 على 2 بتساوي 5، ده معناه ايه؟ ان انا المفروض لما اضرب ال5 في ال2 بتساوي 10. فبالتالي لما اقول 0 على 1 بتساوي 0، ده معناه ايه؟ لما اضرب الصفر في 1 هتساوي 0. فلما اقول 1 على 0 بتساوي ايه؟ يعني انا المفروض في رقم اضربه في 0 يديني 1. طب ما هو اساسا مفيش اي رقم يتضرب في 0 يديني 1. اي رقم بيتضرب في 0 بيديني 0. عشان كده اي رقم بيتقسم على 1 بتبقى الاجابة undefined، غير معرفة. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفكم في الفيديو الجاي.